يبقى احنا قلنا ان احنا هنعمل دايت من غير ما نعمل دايت في سلسلة فيديوهات ابدأ معايا رحلة نزول وزنك من غير دايت. اول حاجة قلناها ان احنا هنحسن جودة الاكل. تاني حاجة قلنا عليها هي الفيزيكال انفايرومنت، وشرحت كل حاجة في الفيديو الاول والفيديو التاني. والفيزيكال انفايرومنت قلنا كل ما هو حوالينا، من اول المشتريات والحاجات اللي احنا بنشتريها ونحطها في التلاجة لحد الناس اللي احنا محاطين بيهم. تالت حاجة بقى اللي هنتكلم عليها النهاردة في رحلة نزول وزننا، زي ما بيقولوا بالبلدي كده هنعمل عمرة لجسمنا. انا ما ينفعش فجأة اغير اسلوب حياتي واغير سلوكي وانا مش عارفة انا اصلا ايه المشاكل اللي عندي وايه السبب اللي وصلني للوزن اللي انا فيه. يبقى وانا بعمل دايت او بحسن سلوكي او بحسن جودة اكلي، اروح اعمل تحاليل، اشوف الهيموجلوبين اخباره ايه، اشوف الحديد اخباره ايه، الفيريتين مخزون الحديد، نشوف مثلا فيتامين د اخباره ايه عندنا. وخلي بالك فيتامين د ده مهم جدا جدا جدا، لا بقى تقولي موضة ولا ترند لا لا، هو مهم فعلا جدا جدا جدا. انت عارف ان فيتامين د ده الوحيد اللي العلماء احتاروا يسموه فيتامين ولا هرمون؟ عارف ليه؟ انت عارف ان جسمك ما بيصنعش اي نوع من انواع الفيتامين ولا اي نوع ما عدا مين؟ فيتامين د. جسمك بيصنعه لما يتعرض للشمس. فيتامين د لما بيقل، عايزه اقولك ان هو بيحول الجسم. اول حاجه الحرق يقل، الشهيه تزيد، جسمك يميل ان هو عايز ياكل سكريات، كمان جسمك يميل ان هو يخزن دهون. عارفين الناس اللي بتقول انا مش عارفه انا عندي شهيه للسكريات، انا مش عارفه انا جسمي بيخزن دهون، انا عندي دهون عنيده. حلل، ما عشان كده بقول لك حلل، لازم تحلل. كمان لو الحديد قليل دي بتبقى مشكله كبيره جدا. هو اصلا الحديد فايدته ايه؟ الحديد وظيفته الاساسيه ان هو مع الهيموجلوبين ينقل الاكسجين، ده باختصار كده وشرح بسيط، ان هو ينقل الاكسجين. طيب عايزاكم بقى تتخيلوا كده ان الحديد قليل، الجسم هيحصل له ايه؟ الاكسجين هيبقى قليل، الطاقه هتبقى قليله، فالحرق هيبقى قليل، فالجسم ممكن يشتهي السكريات لان هو عنده نقص في الطاقه، فيحاول يعوض ده بان هو عايز على طول حاجه مسكره تدي طاقه سريعه. ده غير ان الحرق هيبقى قليل، ده غير ان انت هتنهج من اقل حركه، هتبقى مش قادر، هتتحرك ازاي؟ هتنزل في الوزن ازاي؟ فالحديد ومخزون الحديد الفريتين مهم جدا 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 ان احنا نعرفهم قبل ما نبدأ دايت وقبل ما نحاول نظبط اكلنا. وطالما جبنا سيرة نقص الحديد يبقى لازم نجيب سيرة مين؟ فيتامين بي 12. ده مهم جدا جدا، ده فيتامين الطاقة والحرق. فيتامين بي 12 ده اللي بيديني طاقة، ده اللي بيظبط التمثيل الغذائي. فنقصه يقلل الطاقة، يخليني على طول تعبانة، حاسة ان انا مجهودي قليل، مش قادرة اعمل حاجة. نفسي برضو في السكريات. شفتوا كام حاجة لحد دلوقتي لو مش مظبوطة هتأثر علينا في الدايت؟ شفتوا كام حاجة؟ شفتوا ان في حاجات لازم نظبطها الاول عشان نقدر نكمل؟ يبقى احنا لما نحسن فيتامين بي 12 او نهتم بيه، والمناسبة يعني مش لازم اصلا نجيبه من دواء، موجود في منتجات اللحوم، المنتجات الحيوانية، اللحوم، الألبان، البيض، الكبدة. تمام؟ لما نظبط نسبته هو والحديد والدال والأوميجا 3 اللي هتساعدني بقى في ايه؟ انها تزود حساسية الخلايا للانسولين. فبالتالي هي من الحاجات المهمة جدا جدا في علاج مقاومة الانسولين. كمان هتساعدني ان انا اعرف اتحكم في الشهية، وكمان هتقلل الالتهابات. طيب انتي ما قلتلناش دي بقى ناخدها بايه، ولا انتي عايزانا نشتري ادوية؟ لا، لازم اعمل توازن يعني في اكلي بين كل دول، اخليني ذكية، فطار غدا عشاء يبقى متنوع من كل دول، مفيش حرمان من اي حاجة عشان اعرف انزل في الوزن. الاوميجا 3 موجودة في المكسرات، موجودة في زيت الزيتون، موجودة في الاسماك. يبقى انا مثلا اعمل طبق فول حلو كده عليه معلقه زيت زيتون او بزيت زيتون على الجبنه، او اخدها من المكسرات. مش لازم اكل كميات كبيره يا جماعه، 3 4. الدايت مش مكلف. احنا اللي فاهمين غلط وحاطين في دماغنا دايت يعني فلوس كتير. لا، بالعكس، والله بقولك العكس. لو حسبت انت بتعمل ايه، الفاست فود اللي انت بتدفعه
الحلويات اللي انت بتشتريها لو حطيتها وظفت فلوسك دي استثمرتها في صحتك، والله العظيم احسن حاجة هتعملها. وهتلاقي نفسك بالعكس انت مش بس لقيت نفسك وفرت، انت وفرت على نفسك الادوية اللي انت ممكن تحتاج تعيش عليها بسبب الامراض المزمنة اللي بتيجي بسبب عاداتنا الغلط. وعايزه اقول لك اخر حاجه، احنا بنعمل دايت عشان نظبط نسب الفيتامينات والمعادن في جسمنا، مش العكس. مش الدايت اللي هيوقع لك الفيتامينات والمعادن وتلاقي شكلك تعبان، وشك مصفر، جسمك نحيل، ده مش دايت. بالعكس تماما، حد يشوف حد تعبان يقول له انت عامل دايت، لا ده. يبقى التحاليل مهمة جدا جدا عشان اقدر اكمل في طريقي وفي رحلتي وانزل في الوزن، واعرف لو في اي عائق قدامي عامل لي صعوبة في نزول وزني، اعرف اظبطه من خلال التحاليل. مش بس كده، لما اعرف ايه اللي ناقص في جسمي ومشكلتي في ايه، اعرف اظبط نظام غذائي مناسب ليا يعوضني نقص الفيتامين او المعدن ده. مفيش مشكلة خالص لو خدت جنب النظام الغذائي مكمل غذائي مناسب ليا ولحالتي الصحية، بس النظام الغذائي هو الأهم.